لو الحساب الاعلاني بتاعك وقف او عندك مشكله في الصرف ان هو بيصرف ببطء او مش بيصرف خالص او بيتحظر كتير، دي مشاكل كتير ناس كتير بتكلمني فيها. دايما الناس تكلمني تقول لي ان انا والله بدات الاعلان بتاعي بقاله 10 ساعات وانا حاطط ميزانيه يوميه وليكن 10 دولار والفيسبوك او مثلا 500 جنيه والفيسبوك ما صرفش غير 7 جنيه و8 جنيه في خلال ال10 ساعات. الصرف بتاع الفيسبوك بطيء. في اسباب كتير جدا بتخلي الصرف بتاع الاعلان بطيء. انا هوضح لك اهم الاسباب دي في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه عندنا واول نقطه هو ليه الحساب الاعلاني بتاعنا ما بيصرفش؟ يا ترى ايه السبب؟ اهم الحاجات اللي تخلي الحساب الاعلاني بتاعنا ما يصرفش ان انا ممكن اكون عامل استهداف ضعيف جدا، الاستهداف بتاعي مش قوي، فبالتالي هو مش عارف يصرف الميزانيه، او ميزانيه قليله جدا بالنسبه لحجم الجمهور اللي انا بستهدفه، فبالتالي هو مش عارف يصرف على الجمهور. يعني انا ما استهدفش مثلا فئه مدرسين مثلا ويكون عدد الفئه دي وليكن في الجمهور بتاعي محدد ب 5 مليون و10 مليون واروح احط له ميزانيه يوميه 100 جنيه مثلا او 150 جنيه، لا طبعا كده الاعلان مش هيجيب معايا نتائج وممكن يصرف بشكل بطيء جدا. لو الحساب جديد ولسه الثقه قليله في الحساب، في الحاله دي برضو هتلاقي ان الحساب بتاعك بيصرف ببطء. لو انت لسه مكريت حساب اعلاني جديد فهتلاقي ان الحساب بيصرف ببطء جدا في الاول، فانت لازم بتحط له ميزانيه صغيره اول 3 ايام لحد ما يبقى فيه ثقه والحساب بتاعك يشتغل بشكل طبيعي. لو انت بتعدل الحمله كتير اثناء الاعلان بتاعك، كل شويه تدخل على الحمله بتاعتك تعدل حاجه في الاستهداف، تعدل حاجه في الميزانيه، تعدل حاجه في المكان، تعدل حاجه في المحتوى، في الحاله دي الحساب الاعلاني بتاعك هيصرف ببطء جدا وممكن ما يصرفش خالص، لان هو كل شويه بيبدا يتعلم من الاول، كل شويه بيبدا مرحله التعلم من الاول. ففي الحاله دي انا بقول لك طالما انت شغلت الحمله الاعلانيه بتاعتك ما ينفعش تعدل اي حاجه، لو هتعدل يبقى هتوقف الاعلان بتاعك وتشغل اعلان جديد. لو طرق الدفع بتاعتك فيها مشاكل، يعني لو انت مثلا بتدفع بطريقه دفع معينه وكل شويه تغير فيها، او كل شويه الفيسبوك بيدخل عشان يحصل المديونيه بتاعتك ويلاقي ان الحساب في الفيزا مش مكفي المديونيه اللي هو عايزها، فبالتالي بتبقى في عمليات مرفوضه كتير. ففي الحالة دي هتلاقي برضو ان الحساب الاعلاني بتاعك ممكن يقف، او الحساب الاعلاني بتاعك بيحصل له تقييد، او هتلاقي الصرف فيه بطيء جدا. انا عايز اقول لك جملة باختصار ان الفيسبوك بيصرف على قد ثقته في الحساب الاعلاني بتاعك. طيب ايه هي الاسباب اللي توقف معانا الحساب الاعلاني اللي هو يقف بشكل كامل؟ لما يكون في مخالفات على الحساب الاعلاني، لما انت بتستخدم VPN مثلا على الحساب الاعلاني بتاعك، لما تدخل على اجهزة كتير من الحساب الاعلاني بتاعك، لما تحط كروت او طرق دفع كتير جدا بس كلها مرفوضة او كلها في مشاكل، الحاجات دي بتوقف الحساب الاعلاني بشكل كامل او بتعمل تقييد للحساب الاعلاني بتاعك. بعد ما عرفنا ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلي الصرف بطيء في الحساب الاعلاني بتاعي وايه هي الحاجات اللي هي ممكن توقف الحساب الاعلاني بتاعي، تعال اقول لك ازاي تقوي الحساب الاعلاني بتاعك وتخلي الحساب الاعلاني بتاعك نشيط وقوي وتقدر تعمل عليه حملات كتير عشان تلاقي نتائج كويسه منه. الخطوات دي مهمه جدا وعايزك تركز فيها. اول حاجه لازم تربط الحساب بتاعك بصفحه نشطه او صفحات نشطه، الصفحه نفسها يكون عليها محتوى كويس، ده من الحاجات اللي بتقوي الحساب الاعلاني بتاعك. الحاجه الثانيه لازم تفعل التحقق، لازم تفعل التحقق الثنائي على الحساب الاعلاني بتاعك، بحيث ان انت لما تيجي تدخل على الفوتره مثلا في الحساب او الحساب يكون عندك تحقق ان هو بيبعت لك رساله نصيه على الرقم بتاعك او الجيميل بتاعك. ادفع مبالغ صغيره باستمرار في الاول، ما تجيش مره واحده تعمل حمله مثلا ب 20 دولار ولا 30 دولار في اليوم والحساب الاعلاني بتاعك جديد وحد الدفع بتاعك اصلا ما يتخطاش ال 100 جنيه لو انت بنظام المديونيه. ففي الاول لازم تبدا بمبالغ صغيره جدا في اعلاناتك لحد ما تحصل ثقه ما بين الفيسبوك وما بين الحساب الاعلاني بتاعك زي ما احنا قلنا قبل كده. اشتغل بشكل تدريجي، يعني زود الميزانيه بتاعتك تدريجيا، زود الحملات بتاعتك بشكل تدريجي، ده في الاول. بلاش تعمل اي تعديلات في الحملات بتاعتك وهي شغالة، وبلاش تحذف اي حملات من مدير الاعلانات بتاعك حتى لو الحملات دي كانت فاشله او ما جابتش النتيجه المرجوه، لان الحساب الاعلاني بتاعك دايما بيتعلم من الحملات اللي عندك القديمه سواء كانت ناجحه او فاشله، يعني هو بيتعلم من الحملات الناجحه ومن الحملات الفاشله، فما ينفعش تحذف اي حمله من الحساب الاعلاني بتاعك الا لو كانت حمله مرفوضه مثلا، يعني الحمله دي اترفضت لسبب معين، المحتوى مخالف مثلا او في اي مشكله ما، في الحاله دي انت ممكن تحذف الحمله دي. وطبعا اهم حاجه لازم تستخدم بيزنس مانجر اللي هو مدير الحساب
الحسابات الاعلانيه، لان ده طبعا بيقوي الحساب الاعلاني بتاعك، اللي هو الحساب الاعلاني اللي هو بيبقى داخل البيزنس مانجر بيبقى اقوى شويه. وانا طبعا برضه شارح فيديوهات ازاي تنشئ مدير حسابات اعلانيه، وازاي تضيف الحسابات الاعلانيه وتخليها داخل البيزنس مانجر بتاعك، وده طبعا بيقوي الحساب الاعلاني بتاعك وبيقلل نسبه التقييد او ان هو يقف. انا عايز اقول لك ان الحساب الاعلاني بتاعك بيتعامل معامله البنك، فالثقه بتتبني ما بينه وما بين الفيسبوك بالتدريج او بشكل تدريجي. يبقى انا لو الحساب بتاعي جديد اشتغل عليه ازاي؟ عشان نلم النقاط المهمه كده تاني. بنشر محتوى على الصفحات بتاعتي او الصفحه بتاعتي اللي انا رابطها بالحساب الاعلاني. بسخن الحساب بميزانيه صغيره في الاول، وليكن لمده اسبوع او اسبوعين. الميزانيه بتاعتي تكون قليله في الاول لحد ما يبقى في ثقه ما بين الفيسبوك وما بين الحساب الاعلاني بتاعي. ابدا بميزانيات صغيره واربط طريقه دفع بالحساب الاعلاني تكون شغاله بشكل كويس مش مرفوضه، وما يكونش فيه اي عمليات دفع مرفوضه على الحساب الاعلاني بتاعي. بلاش طبعا اول حمله تكون بميزانيه كبيره زي ما قلت لك. احنا بنبدا الاول بميزانيات صغيره لحد ما تحصل ثقه ما بين الفيسبوك وما بين الحساب الاعلاني بتاعي. لو عايز الحساب الاعلاني بتاعك يعيش سنين، فكر ان انت بتبني سمعه للحساب بتاعك، مش مجرد ان انت بتعمل اعلان النهارده وخلاص.